وانا في الجامعه جمعتني ظروف ببنت امريكانيه من اصل باكستاني مسلمه. سالتني سؤال مباشر: تفتكري مسلسل فريندز بيعبر عن المجتمع الامريكي بجد؟ فقلت لها يا اكيد. وقتها انا كان عندي 20 سنه وبحب المسلسل قوي. ضحكت ضحكه صفرا وقالت لي بالعكس تماما، احنا كامريكان ولا دي طريقه عيشتنا ولا طريقه اكلنا ولا شكل جسمنا، احنا حرفيا ما عندناش وقت نعمل اي حاجه من هما بيعملوها دي. احنا عمالين بنحاول بس نسد ديون الجامعه ونحاول نجيب لنفسنا اكل وندفع فواتيرنا وخلاص على كده. احنا كامريكان مش عارفين المسلسل ده معمول ليه والمين. ما يمنعش انه مسلسل مشهور ومضحك ومسلي قوي، لكن المغزى منه احنا مش عارفين. فاست فورورد بقى معايا كده حوالي 20 سنه، ومن كام سنه فاتوا كده اتفرجنا كلنا على حلقه الريونيون اللي عملتها فريندز، نزلتها على قناه HBO اكسكلوسيفلي. الحلقه دي بقى عرفتني فعلا المسلسل ده اتعمل ليه والمين. يكفيني اقول لك ان مسلسل فريندز من اول حلقه لاخرها بيزج بفكره المثليه ويعرضها عليك بشكل فكاهي طبيعي، تحولك من بني ادم بتقرف منها الى شخص بس شايف انها حاجه غلط او not for everyone. بلس انه سحب منك كارت العيله، يعني بدل ما تحاول تشتغل على علاقتك بعيلتك وتبقى جزء منتمي ليهم، اشتغلت على ان انت لو جاي من اسره مفككه او علاقتك ببساطه مش كويسه مع اهلك، لف واديهم ظهرك ودور على مجموعه تانية تقبلك زي ما انت وتضحك وتهزر وتقضي وقتك معاهم طول الوقت. النهارده في واحد انفلونشال جدا في المجتمع الامريكي اسمه دكتور دانيال ايمن، وده طبيب نفسي، بينده بفكره انه بليز يا جماعه ما تطلعوش ولادكم من البيوت عند بعد الهاي سكول وتدخلوهم الجامعه. بالعكس، المفروض الولاد في السن ده تعيش في حضن ودفى العيله، لان السن ده ما فيهوش فرامل، فالعيال بتطلع من البيت تغلط وتعك والمجتمع يبوظ. طبعا ما حدش مستجيب له ولا عايز يسمع له، لان في حاجه اكبر منه ممشيه المجتمع الامريكي وبتغسل دماغ المجتمع العربي. اعتقد ان بسبب السنتين اللي فاتوا واحداث اخواتنا كلنا بقى عندنا مسؤوليه اختيار، انا بدي عقلي لمين وبسيبه يقول لي ايه. العقل الباطن بيستقبل والواعي لازم يفلتر. انا شايفه ان احنا من 20-30 سنه ما كانش في حاجه اسمها عقل واعي ولا كنا بنفلتر اي حاجه جايه لنا من بره، بس النهارده لازم نفلتر. اللي استوقفني في حلقه الدحيح ان لمده 50 دقيقه بيمجد في المسلسل، وهو الحقيقه مش بيمجد من حاجه مش عظيمه، بالعكس هو فعلا من انجح المسلسلات في تاريخ التلفزيون العالمي. ولكن لو انت زي حصلت لك شيء من النوستالجيا كده وخلتك عايز ترجع تتفرج على المسلسل، او ما تعرفش المسلسل والدحيح خلى يبقى عندك فضول تتفرج عليه، اقف مع نفسك وقفه. وخليني اقول لك ان منتج المسلسل ومخرجه الاتنين رجاله متجوزين من اصل للاسف زي ما قريت كده. فلو انت متبع نظريه المؤامره او مش متبعها، خليني اقول لك ان المسلسل ده بافكاره بناسه خدم مبدا الصهيونيه، ان احنا نتحرك في ادمغه العالم العربي ونتصرف بافراده كانهم قطع شطرنج. فكك يا عم المجتمع، فكك الافكار، ابعد العيال عن اهلها، لخبطهم في هويتهم، حطتهم في جيبك. بكل جرأة وبكل صدق، المسلسل ده ما ينفعش يكون جزء من مجتمعنا anymore.